قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنساش تعمل لنا لايك الفيديو ده واشتراك قناه لو مش مشترك علشان يوصلك كل جاي. ويلا بينا نبدا في الانمي بتاعنا النهارده. بعد ما شفنا عوده الامير الشياو للحياه مره تانية في الجزء الاول، وبعد ما قدر يحبط مؤامره ملك الشياطين ولم الشمل مره تانية مع الملكه مينج والساحره تشو، كمان انضم ليه في رحلته المتشرده يويو والساحره المقدسه ليه. شياو انطلق بعدها للاراضي السفليه علشان يحسن منطقته الماديه. فيلا بينا نكمل احداث الانمي علشان نعرف ايه اللي هيحصل مع الامير شياو. الاراضي السفليه او زي ما بيطلقوا عليها الاراضي البربريه اصبحت خارجه عن القانون بعد سيطره ملك الشياطين على العالم، وتقسمت لثمان ممالك بيحكمهم زعيم واحد، لكن لكل مملكه حاكم خاص تحت الزعيم الاوحد. شياو بيوصل لمملكه من الممالك الثمانيه وهي منشوريا. واحد من المقاتلين بيشوفه وبيروح يبلغ الامبراطور بيتضايق من وجود شياو، وده لانه بعد تمردهم محدش اهتم بيهم، والامبراطور قدر ان هو يوحد الممالك الثمانيه بنفسه وسيطر على الاراضي السفليه لمده 2000 سنه. الامبراطور بيجمع جيشه وبيطلب منهم يتحركوا ويتخلصوا من شياو. شياو بياخد جماعته وبيروح لواحده من قرى منشوريا علشان يتابع حاله السكان، وبيلاحظ طول الطريق ان الارض بقت عباره عن رمل وصحراء بس، وكمان بيلاحظ ان القوه الجسمانيه لسكان منشوريا اتغيرت وبقت اقوى. شياو بيبقى شايف ان كل ده في مصلحته علشان هيقدر يحسن منطقته الماديه بشكل كبير باستخدام الدم السفلي. بعد شويه شياو بيلاقي مجموعه من المقاتلين بيلعبوا مصارعه الايادي، وبيقرر يشترك ضد اقوى واحد في اللعبه وبيقدر يهزمه بكل سهوله. شياو بيعرف معلومات عن الامبراطور وبيكون شايف ان هو الشخص المناسب اللي هيحسن منطقته، ولكنه ما بيعرفش مكانه فين لان مكان القصر الملكي شيء في منتهى السريه. ملك الشياطين بيبقى على استعداد ان هو يهجم على الاراضي السفليه علشان يسرق قوتهم، وبيبعت جيش قوي من الشياطين والوحوش المفترسه، ولكن بمجرد وصولهم لمنشوريا بيتعرضوا لهزيمه ساحقه من سكان الاراضي السفليه. شياو في الوقت ده بياخد باله من وصول مقاتل ضخم وقوي جدا، وكل سكان منشوريا بيخافوا منه. في الاول بيعتقد ان ده يبقى الامبراطور، لكنه لما بيقاتله بيلاقيه ضعيف جدا وبيقدر يهزمه بكل سهوله. في الوقت ده بنشوف ملك الشياطين اول ما بيشوف الشياو بيتعرف عليه وبيعرف ان هو لسه عايش، وبيقرر يتراجع تاني عن وجوده هنا وعلشان يستدعي باقي المقاتلين علشان يقتلوا الشياو قبل ما يحسن قوته. ملك الشياطين بيغير شكله وبيرجع لصورته الطبيعيه، وبنعرف ان هو بيقدر يستنسخ اي شخص وياخد شكله. باقي امراء الشياطين بيعرفوا ان الشياو لسه عايش فبيقرروا يروحوا وراه علشان يقتلوه، ولكننا بنشوف ملكه الجليد اللي بتقرر تسيب السماء وتروح الارض السفليه علشان تقاتل بجانب الشياو. شياو بيكمل طريقه وبيقابل واحد تاني من الزعماء الثمانيه في منشوريا. المقاتل الثاني بيقول لشياو ما يتغرش بقوته لانه قتل اضعف زعيم من الزعماء الثمانيه. بعدها بيهجم عليه هجوم قوي جدا، ولكن الشياو بيقضي عليه بكل سهوله. شياو بيسيب المقاتل ده مش قادر يقف على رجله وبيمشي علشان يكمل طريقه ناحيه قصر الامبراطور. تشوب بتستغرب ان شياو ما قتلوش، فبيقول لها ان هو بيتباهى بسرعته علشان كده كسر له رجله كده وكده هيتألم اكتر. شياو بيكمل في طريقه وبيقضي على كل المقاتلين اللي بيقابلهم في طريقه لحد ما بيوصل للحكام التاني. ده بيكون اقوى تاني مقاتل في منشوريا. شياو بيلاحظ ان هو قوي فعلا وبيستغرب ان مستواه مختلف تماما عن المقاتلين اللي كانوا قبله، ولكنه لما يحب ينهي القتال بينهيه وبيقضي على الخصم بضربه واحده بس. كل ده بيبقى ملك الشياطين شايفه ومتابعه على امل ان شياو يتهزم من اي مقاتل منهم. وواحد من المقاتلين بيقدر يهزم شياو بالفعل، وبعد ما بيفتكر ان هو قتل وبيروح علشان يقضي على البنات، شياو بيظهر مره تانية وهو بيضحك وبيقول له ان هو مستحيل يكون مات واتهزم من هجوم ضعيف زي ده، وبيقول لهم ان هو كفايه احماء لحد كده، وبيهجم على خصمه وبيقضي عليه. وبعد ما قضى على كل زعماء الممالك بيقابل مساعد الامبراطور نفسه. مساعد الامبراطور بيستغرب ان هو مضطر يواجه شياو لان شياو هو الشخص المعروف بقتله لملك الشياطين من 2000 سنه وتوحيد منشوريا. شياو بيعرف من مساعد الامبراطور ان هو لو هزمه هيقابل الامبراطور اخيرا، ولكن المساعد بيقول له انهم لازم الاول يهزموا الدخلاء. يتضح ان مساعد الامبراطور عارف بوجود ملك الشياطين والمساعد بتاعه. الاثنين بيظهروا وبيستعدوا علشان يقتلوا شياو ومساعد الامبراطور. الشيطان الاقرع بيقاتل مساعد الامبراطور وبيستخدم وحوش الشيطانيه، وملك الشياطين بيقاتل شياو. شياو ما بيستخدمش قوته الروحيه وبيستخدم قوته الجسديه وبس. الكلام ده ما بيجيبش مع قوه ملك الشياطين وبيقدر يواجه مجموعه من الضربات للشياو، ولكن الشياو بيستجمع قوته وبيهجم هجوم قوي على ملك الشياطين وبيكون على وشك ان هو يهزمه، ولكن ملك الشياطين بيهرب من ارض المعركه. شياو بيمسكه وبيرفض يسيبه المره دي وبيكون على وشك ان هو يقتله، ولكن الشيطان الاقرع بيكون قدر يتغلب على مساعد الامبراطور. بعدها بيهجم على البنات علشان يشتت انتباه الشياو. فعلا الشياو نقطه ضعفه الوحيده هي وجود شخص بيهتم بيه في ارض المعركه. ملك الشياطين بيستغل الموضوع ده وبيعالج نفسه وبيهجم تاني على شياو. شياو ما بيقدرش يقاتل بسبب تعرض البنات لخطر، لكن لما الشيطان الاقرع ده بيهجم عليهم بيوصل الامبراطور وبيدافع عنهم. الامبراطور بيطلب من الشياو يخلص القتال بتاعه علشان يقاتلوا بعض. بعدها بيدخل في قتال قوي مع الشيطان الاقرع، والشياو بيدخل في قتال مع ملك الشياطين.
شياو بيكون على وشك قتل ملك الشياطين، ولكن ساعتها بيوصل مقاتل للدرع الاسود واللي اسمه لي زون وبيمنعه. بنعرف ان ده مقاتل قديم ليه عداوه مع شياو. لي زون بيمنع شياو ان هو يقتل ملك الشياطين، بيستعد علشان يقاتل شياو بنفسه، وقبل ما يدخلوا في قتالهم ضد بعض بتوصل ملكه الجليد وبتقول لشياو انها نزلت للعالم السفلي هي وكل اسياد السجون، وده علشان يسيطروا على ملك الشياطين وليزون. ليزون بيستهين بقوه ملك الجليد لكنها بتضربه بكل سهوله، بتقول له ما ينساش انها الوحيده اللي قدرت تهزم شياو نفسه، وشياو ما بيقدرش ينكر الموضوع ده. شياو بيبقى عايز ينهي القتال النهارده، ولكن الشيطان الاقرع ده بيستفزه فبيقرر يقتلهم كلهم. ليزون بيتعصب على الشيطان الاقرع وبيفتح بوابه كونيه وبيرميه فيها علشان يبعد عن الارض السفليه. بعدها بيروح وراه علشان يقضي عليه وبيقول لشياو يستناه لانه هيجي علشان يقاتل معاه مره ثانيه. شياو بيرجع تاني لملك الشياطين وبيقول له ان هو الوحيد اللي هيتقتل علشان اتجرأ وهجم على البنات. بعدها بيهجم عليه هجوم قوي جدا بيشق بيه الارض، وبعد ما بيخلص على ملك الشياطين الامبراطور بيجي عليه الدور، ولكن قبل قتالهم شياو بيلاحظ ان في حاجه غريبه في الجبل، وبعد لحظات الجبل بيبدا ينهار جزئيا. شياو بيسمع صوت التماثيل اللي موجوده في الجبل بتتكلم مع بعض، بيقولوا له انهم محبوسين بقالهم 100,000 سنه. التماثيل الضخمه بتتحرك وبتفتح بوابه غريبه في قلب الجبل. شياو والمجموعه بيدخلوا الجبل وبعدها التماثيل بترجع لمكانها مره ثانيه والجبل بيتقفل عليهم. بعدها بيلاقوا نفسهم في مكان غريب مليان وحوش على شكل البشر. شياو بيدافع عن البنات هو والامبراطور، ولكن عدد الوحوش بيبقى كبير وبيقدروا يخطفوا يويو وتشو وبيختفوا. وقبل ما شياو يعمل اي اجراء بيظهر ملك الوحوش. ملك الوحوش بيقدر يتكلم وبيكون شبه البشر لكنه عباره عن ظل. في البدايه بيطلب من الشياو ما يقاتلش حد، بيطمنه على البنات وان ما فيش اي حاجه هتحصل معاهم. بعدها بيرشده لكهف مظلم يقول له ان اي حاجه عايز يعرفها هيلاقيها هنا. شياو بيشوف مجموعه من الهياكل العظميه في الكهف، وبعدها بتظهر قدامهم بوابه ولما بيعبروا من خلالها بيوصلوا للعجوز الحكيم. في البدايه العجوز بيبدا يشرح لهم تاريخ المكان وبيوصف لهم بدايه انتشار الظلال من ملايين السنين. الظلال اثرت على البشر وحولتهم لكائنات مرعبه وبداوا يحاربوا بعض، ولكن في ملك اسمه جين قدر يقضي على ملك الظلال وتخلص من الطاقه السوداء دي للابد. ولكن للاسف الطاقه دي ظهرت مره ثانيه، علشان كده قرروا ان هم يخفوها في الارض السفليه خاصه في الجبل ده، وتم تعيين التماثيل الضخمه علشان تحمي العالم من شرها. ولكن على الرغم من ده في بعض الاشخاص تاثروا بقوه الظلال وبقوا متعطشين للدماء، علشان كده هو موجود هنا علشان يسيطر عليهم. ولكنه بيقول للشياو ان هو كان مستنيه من زمان طويل، ولانه في مواصفات الملك جين اللي هيقدر يخفي سحر الظلال مره ثانيه. الشياو بيعرف ان قدامه 3 ايام وهيتم تحويل يويو وتشو لوحوش الظلال. بيقولوا ان الحل علشان ينقذهم هو انه يدمر ختم الظلال قبل الوقت ما يعدي، ولكن بيحذروا لانه مهما كانت قوته فالدم اللي هيمتصه من المستويات اللي هيدخل عليها هيأثر على عقله. في الوقت ده تشو بتقدر تهرب من وحوش الظل وبتحرر يويو كمان. شياو بيوصل لمكان وحوش الظلال مع الامبراطور. شياو بيجرح ايده وبيستخدم دمه علشان يجذب الوحوش، وبعد ما بيقتل عدد منهم بيستخدمهم علشان يمتص طاقتهم. بعدها بيستخدم الطاقه دي علشان يحدد مكان تشو ويويو، ولكن بيلاقيهم محبوسين في حاجز قوي. شياو ما بيقدرش يدمر الحاجز، فبيعرف ان هو لازم الاول يدمر الوحوش اللي صنعوه، وبيدخل في قتال مع مجموعه من وحوش الظل. لكنه لما بيوصل للزعيم بتاعهم بيلاقيه قوي جدا وضرباتهم ما بتاثرش فيه. زعيم الظلال بيقول لشياو ان هو قادر يقضي عليه لكنه مش هيقتله لانه بيحمل دمهم في جسمه، وبيطلب منه ينضم ليهم ويبعد عن العالم الخارجي. شياو بيرفض وبيرجع للقتال مره ثانيه، ولكن ملك الظلال بيضربه ضربه قويه، ولكن شياو بيكون رد له الضربه بصوره اكبر. وبعد ثواني ملك الظلال بيقع على الارض، وبعدها بيخرج يقضي على باقي الوحوش بتاعت الظلال وبيحرر تشو ويويو، ولكن طاقه الظل بتخرج وبتصيب تشو. شياو بياخدهم وبيحاول يهرب من المكان، ولكن تشو بيتم السيطره عليها من طاقه الظل وبتهجم على شياو. ولكن تشو بتحاول تسيطر على الطاقه في جسمها وبتطلب من شياو يساعدها ويقتلها علشان ما تاذيش حد فيهم. شياو بيفكر في ملكه الثلج لانها معاها ختم الظل وهي الوحيده اللي تقدر تنقذ تشو، بس في الاول بيجرب يستخدم دمه علشان يرجع تشو لوعيها. فعلا دمه بينجح في علاجها وتشو بترجع لطبيعتها مره ثانيه. في الوقت ده ملكه الجليد بتحاول تسيطر على ختم الظل، ولكن الشيطان الاقرع بيهجم عليها علشان يدمره وبيسمح لوحوش الظلال بالخروج. فعلا البوابه بتفتح على عالم الظلال وبيخرج منها الشيطان الاعظم. الشيطان الاقرع بيكون مستهين بيه وعايز يقتله علشان ياخد طاقته، ولكن بيتفاجأ بقوه الشيطان الاعظم وبيهرب منه. لكن الشيطان بيبقى سريع جدا وبيقدر يمسكه وبيقضي عليه. ملكه الجليد ولي زون بيكونوا خايفين جدا لانه مستحيل اغلاق البوابه بعد ما تتفتح. فيش قدامهم غير امل واحد بس يحصل زي ما حصل من 2000 سنه. ملكه الجليد بتطلب من كل الامراء الهروب، وهي بتدخل في قتال مع الشيطان الاعظم. الشيطان الاعظم واتباعه بيتغلبوا على ملكه الجليد ولي زون وبيكونوا على وشك قتلهم، ولكن الشياو بيوصل في الوقت المناسب وبيحميهم. الشياو بيقضي على الشياطين لكنه بيكتشف ان ده مش ملك الشياطين ولا حاجه. بيعرف ان في شيطان اعلى منه في القوه وانهم هيسيطروا على الارض وينشروا الوباء بتاعهم. الشياو بيعرف ان جيش الشياطين هيوصل بعد فتره وهيجمع كل الامراء علشان يتصدروا ليهم. الشياو واصدقائه بيبداوا المعركه قبل الشهر وبيدخلوا في حرب قويه مع
عشيرة الشياطين وبيقدروا يهزموا عدد كبير من ملوكهم. ولكن شياو بيعرف ان ملك الشياطين قوي جدا ومستحيل يحضر الحرب بنفسه. فعلا دي الافكار اللي في دماغ ملك الشياطين، لان اخوه خسر المعركة ومات بسبب ان هو قرر يشترك فيها بنفسه من 2000 سنة. وفي النهاية ملك الشياطين بيقرر ما يشاركش في الحرب، وده لان لو عشيرته اتهزمت يفضل هو عايش وينتشر في باقي العالم. شياو بيقدر يهزم الشياطين اللي بيهجموا على العالم، ولكن الشيخ الحكيم بيحذره ان الحرب لسه ما خلصتش، وان ملك الشياطين هيستعد تاني علشان يدمر العالم بتاعهم. بعد فترة بتوصل الموجة التانية من الشياطين، لكن شياو والبشر بيبقوا مستعدين. شياو بيعتقد ان واحد من الشياطين اللي وصلوا في الموجة التانية هو الملك، لكنه بيبقى مجرد مساعد. شياو بيدرك ده بعد ما بيقضي عليه، وبيعرف ان ملك الشياطين بيخطط لشيء كبير. ولما بيسأل عجوز الحكيم بيقول له ان ملك الشياطين بيستخدم اسلوب غير مباشر في الحرب، وبيطلب من شياو يستغل الوقت اللي معاه علشان يحسن من مستواه، وده علشان يقدر يواجه ملك الشياطين في النهاية. مع الموجة السابعة لهجوم الشياطين، شياو بيلاحظ ان المقاتل اللي ضدهم قوي بشكل كبير، وبيطلب من كل اللي معاه يتراجعوا علشان الخصم فوق مستواهم المرة دي. شياو بيدخل في قتال قوي جدا معاه، ورغم ان هو قوي جدا الا ان شياو بيقدر يهزمه. ملك الشياطين ساعتها بيعرف ان العالم ده مش سهل، لكنه بيستمر في ارسال شياطينه، وشياو بيدخل في اكتر من معركة معاهم. واحد من اتباع ملك الشياطين بيطلب من شياو ينضم له، وبيعلن ان هو ضد الملك بتاعه وعايز يخونه ويساعد شياو في السيطرة على العالم بتاعه، في مقابل ان شياو يساعده ضد ملك الشياطين. شياو ما بيكونش مصدقه، لكنه بيبدا يقول له نقط ضعف ملك الشياطين والخطه بتاعته. بعدها بينقل طاقته لشياو علشان يستخدمها ضد ملك الشياطين اللي هيهجم عليه بنفسه بعد 3 ايام. ولكن شياو ما بيكونش مضطر يقاتل ملك الشياطين، لانهم بينجحوا في صناعه القفل علشان يمنعوا انتقال الشياطين للعالم. الشياطين بيبقوا في حاله حيره كبيره، ولكن ملك الشياطين بيضحك ضحكه خبيثه وبيقول لهم ان هو محضر خطه تانية. يا ترى ايه هي خطه ملك الشياطين اللي محضرها للبشر؟ وهل شياو هيتوقع قدوم ملك الشياطين مره اخرى؟ كل ده هنعرفه في الاجزاء اللي جايه. استنونا، سلام.